السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من شيف السعادة على اليوتيوب. معاكم شيف نجوى زيدان، ومعانا النهاردة يوم كده روتيني وتشجيعي لكل واحدة كده قاعدة مكسلة وما عندهاش اوردرات، تقوم كده تسمي الله وتصلي على الرسول وتبتدي انها تشتغل. النهاردة بقى كان معايا اوردرات فطير مطلوبة مني، ما شاء الله اللهم بارك. دي اوردرات مسافرة، وده كان اوردر عروسة كحك وبسكوت وكده. طب النهارده انا عاطي اجازه للبنات، هنقعد يعني مش هنشتغل؟ لا هنشتغل طبعا. بدات ان انا قمت وسميت الله كده وبدات اشتغل لوحدي. كنت تعبانه جدا، كان عندنا شغل قبلها بيوم، وكنت عاطي البنات كلهم اجازه النهارده، فجالي الاوردرين دول مفاجئين. يعني خلاص بقى مش هقدر اجيب حد خالص، كل واحده بقى اللي وراها حاجه بتشوفها واللي رايحه مسافره حته، فاتدبست في الشغل لوحدي. انا اساسا في البدايه وانا شغاله لوحدي الحمد لله، يعني انا قعدت حوالي سنتين شغاله لوحدي. انا اساسا يعني بيحسب راحه كده، وانت على فكره وانت قاعده شغاله لوحدك كده وبيكون في عدم كسل، عارفه ان الحاجه انت اللي هتعمليها وانت اللي هتقومي تشتغلي وانت اللي مسؤوله عنها، فبيكون في نشاط اكتر بصراحه. بدات بقى ان انا كده ابتدي بالفطير الاول عشان اسيبه يريح في الحر ده، ما تخلوش يريح معاكي كتير، يعني كتير او ربع ساعه تلت ساعه حلو خالص. انا بدأ شغل كده حوالي الساعة 7 الصبح، يعني دلوقتي يا دوبك قمت من النوم صليت على طول واشتغلت. جبت ميه معايا جنبيه اهوت، وبدأت احط بقى على الدقيق شوية الملح والسكر بتوعي. انا بعمل كل عجنة من دول 5 فطاير، يعني كل عجان كده بياخد معايا 5 فطاير. ببتدي بقى ان انا اسمي الله كده واشغله، وابتدي احط الميه بقى تدريجي لحد ما اوصل لقوام العجينه اللي انا محتاجاه. انا بحب عجينه الفطير تكون طريه شويه كده، بس مش بتلزق، بتريح في الشغل جدا، وبتكون يعني ما بتاخدش شغل كتير معايا، وبيكونش فيها عرق جامد اللي بيشد معاكي. بدأت كده ان انا ازود الميه، دي ميه عاديه خالص. انا بحط الملح والسكر بتاعي على الدقيق، وببدأ انزل بقى بالميه بتاعتي لحد ما تلم. ما تبالغيش في العجن، ضروري يا جماعه عشان تطلعي فطير مظبوط، ما تبالغيش في العجن. كل ما بلغتي في العجن طلع معاكي فطير واخد عرق جامد، هيدوخك في الشغل وهيدوخك في الفرد، هتيجي تفرديه في الصينيه هيأستك معاكي. يعني مش شطاره اللي تقولك كل ما تعجين الفطير يطلع حلو، لا دي معلومه خاطئه جدا. لا، هو عجين الفطير حلو، بس ما تبالغيش. مش الناس اللي تقعد تفرده بقى على صينيه وتلت وتعجن تلت وتعجن، بياخد عرق جامد جدا، وبالذات في الصيف اللي احنا فيه ده. انت يا دوبك العجينه لمت معاكي كده 5 دقايق خلص حلو خالص. شايفه عامله ازاي؟ واخده عرق معايا من قبل ما تريح اهو. ببدا بقى انا اغطيها سنه كده، اغطي وشها زيت وافرش عليها كيسه، وابدا بقى اريحها شويه كده ربعايه قبل ما ابدا ان انا اقطعها كور على الطبليه بتاعتي. طبعا يا جماعه كل البطانيه ديت كل يوم بتتغسل في الغساله وتتنشر في الشمس على السطح، وتنزل بقى للشغل الجديد. يعني الحاجه بتاعتك نظيفه، والمواعين انت بتشتغلي بها نظيفه، ومسحه حاجتك، واهم حاجه النظافه 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 عشان تطلعي افضل شغل. اهو ببدا اكور الكور بتاعتي، شايفه واخده الميزان، انا عندي الميزان بوزن بيه. انا بصراحه انا بطلع اوردرات، فازاي اقعد اكور كور عشوائيه؟ ايش فطيره كبيره، ايش كوره صغيره. انا بشوف ناس كتير بيشتغلوا اوردرات بيكوروا عشوائي ويقول لك احنا عارفين الميزان بعينينا. ماشي، انا معاكي كل حاجه، بس لازم هتلاقي كوره ازيد 20 جرام، اقل 20 جرام، ازيد 30 جرام، والله العظيم بتفرق. ما هو كل كوره بتبقى 20 جرام، بتيجي في الاخر تلاقيها الثلاث كور فرقوا معاكي حوالي 60 جرام 90 جرام. طب وليه؟ ما كل واحد ياخد حقه. الا بقى لو انت مطلعه الفطير ده كله مثلا لعروسه، عادي مش بتفرق. يعني مش هتفرق معاكي. لو هو طالع لعروسه عادي، ايه المشكله اما تكون فطيره ازيد سنه اصغر سنه؟ لكن طالما عملاء مختلفين، لا طلعي حاجتك مظبوطه. كل رصه انا برصها، كل 3 كور من دول فطير، كل رصه برصها. ببدا بقى ان انا احط عليها زيت على وشها عشان ما تنشفش، وامسك اكياس النظيفه دي بتاعه الفطير. بعد كل شغل فطير بتتغسل وتتنشر وتحط. وببدأ بقى اجيب الطبلية بتاعتي، وانا صراحة بفرد على الارض واوقات بفرد وانا واقفة كده. يعني انا برتاح بصراحة. يمكن يكون البنات ساعات لما بكون شغالة وانا واقفة يقولوا لي انت بتتعبي وبتقفي ليه، بس انا برتاح. يعني انا برتاح جدا وانا بلف حوالين الطبلية كده. عندي واحدة صاحبتي حبيبتي كانت فاتحة مشروع فطير كبير في السودان، هي بصراحة اللي كانت عندي في مرة وانا شغالة على الارض، وقالت لي، هي عملت لي كده وقالت لي اشتغلي وانت واقفه اريح لك كتير، هتلاقي نفسك انجزتي على طول غير وانت قاعده. وبصراحه ارتحت بصراحه يعني.
ببدأ بقى ان انا افتح الفطيرة بتاعتي اهي، شايفين ما شاء الله، شايفة يعني هي باينة، شايفة باينة قدامك ازاي. لو لقيت اي حتة دقيقة مخرزة، شايفة اي دقيقة مخرزة انا بشيلها ازاي. ساعات بيبقى يكون فيها حتة كلكعة دقيق كده في العجينة ولا بتاع، بشيلها ما تقلقيش يعني. ببدأ اسوي العجينة واشيلها، شايفة العجينة زي السيجارة مبينة الطبلية تحتيها. ببدأ اهوت احط السمنة بتاعتي وابدأ اورق واتني، وابدأ اجيب الكرة التانية احطها فيها، وهكذا، واقفل وارجع اجيب الكرة التالتة. والله من اسهل الاوردرات اللي انت هتعمليها هو اوردر الفطير. لو عايزاني اعمل لك فيديو بالتفصيل بقى لكيلو دقيق ونعمله مع بعض، اعمل لك عيوني الاتنين، واجيب لك كل التفاصيل وكل التكات اللي طلعي بيها فطير مظبوط، وكل الاخطاء الشائعه اللي الناس بتقول عليها اللي بتطلع فطير مش مظبوط. كل حاجه انا جربت، انا 4 سنين. انا اول شغلي اساسا ما كنتش شغاله نواعم، انا كان كل شغلي في الفطير. يعني اول ما ابتديت كده ابتديت فطير، ما كنتش بعمل غير فطير، وفضلت بقى اشتغل في الفطير اشتغل في الفطير. فشايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين عامل ازاي الهواء اللي داخله. فخلاص بقى يعني انت قبلك اخطاء، عرفتي انت المره دي عجنتي شويه، يعني انت عارفه لما تخف الميه بتاعتك شويه. وسيبك برضو من اللي يقولك انا بحط كيلو الا ربع ميه على الكيلو دقيق، انا بحط معرفش كام كوبايه. استحاله. كل بلد لها نوع دقيق، وكل نوع دقيق بيشرب ميته. ما فيش مقدار للميه مظبوط للفطير ابدا يا جماعه خالص. والمقدار الصيف في الميه غير مقدار الشتاء، كل حاجه لها مقدار. فيعني ايه، بلاش نضحك على عقول الناس بكلمتين، خلينا نقول كلام صادق. عشان احنا مش فاتحين قنوات ربحيه، احنا فاتحين قنوات نقضوا عليها اجر، والناس تدعي لنا لما تشتغل بيها. فالميه لا، انت بالعين كده، انا عايزه في مره اعجن واوريك العجينه بتكون شكلها ايه. بشوفي الفطيره بسم الله ما شاء الله معجونه صح، مريحه صح. شايفه انا عجنتها ما زادتش عن 5 دقايق. شايفه ما شاء الله مش واخده عرق معاكي، بتتفرد معاكي، مش تفردي ترجع لك تاني. خلصت كل الفطير بتاعي بسم الله ما شاء الله، وبدات بقى ايه، ان انا شغلت الفرن وبدات اخبزه. طبعا عندي الفرن الكبير، بس الصراحه خبيزه مش بيطلع زي الفرن ده خالص. لا عقبال مثلا في النص ما بتاخد تنزل تحت عشان تقب معاكي، بيكون اتمصت شويه في النار. فانا مش بيعجبني خبيزه بصراحه، الا بقى لو واحده قاعده. اما اكون بقى البنات شغالين معايا ومطلوب مننا مثلا 20 فطيره 30 فطيره، بنعمل ايه، البنات شغالين على الفرن الصغيره، يدخلوا اول الفطيره ما تقب يدخلوها في الكبير ياخد لون، ويملوا الكبير، يعني تقب هنا ويدخلوها في الكبير لو انت عندك الفرن ايه، الفرن الاضواء. شايفه انا برفض الفطيره بسم الله ما شاء الله بتتفرز في ثانيه. وببدأ بقى ان انا ادخلها الفرن اهوت على نار عالية، وببدأ اسويه وبيطلع زي الفل. احلى فطير بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعة طالع زبدة، انا بعمله بالزبدة والسمنة البلدي، ريحته بتكون خطيرة. يعني الناس اللي بتاخد مني بتقول لي بسم الله ما شاء الله على ريحته وتورقته خفيف. انا ما بحبش احط فيه سمنة كتير، بيطلع خفيف وجميل. شايفة بص الفطيرة عاملة ازاي، طرية ازاي، بصي مستوي صح، بس الفطيرة طرية بسم الله ما شاء الله، ومورقه كده، وقمر قمر خالص. شايفه مورقه ازاي من بعضها بسم الله ما شاء الله. ولا الريحه تفتح النفس يا جماعه. انا كل فطرتين بحطهم مع بعض كده وبلفهم، او على حسب بقى العميل ما طالب مني، كان عايز كل 3 فطاير مع بعض، بس اكتر حاجه ميكس يعني 3، ما تحطيش اكتر من 3. وببدا ان انا الفهم مع بعض كده زي ما احنا شايفين، لفه واحده، ويتحطوا في الكيس وعليهم الاستيكرات. وعملت اوردر العروسه برضو، هصوره لكم فيديو تاني ان شاء الله. البيتيفور والحاجات اللي فوق دي كلها اشتغلت، زوقتها الصبح، كنت عاملاها قبلها بيوم. وخلصنا شغل النهارده، يوم خفيف وظريف كده. ويا رب كده دايما عندكم نشاط، وانا معاكم ان شاء الله. بطلوا كسل بقى وقوموا اشتغلوا. يا رب كده يكون فيديو خفيف. كنت معاكم شيف نجوى زيدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.